مساء الخير، معاكم المهندس مصطفى من شركة دوت ستار لتقنية المعلومات. هنتعلم النهاردة ازاي ندخل على نظام المخازن وإعدادات المخازن وننشئ وحدة للصنف أو صنف أو مجموعة أصناف. بدخل لينك النسخة بتاعتي واليوزر والباسورد، وبعد كده بعمل دخول إلى النظام. بلاقي نظام المخازن، بخش على إعدادات المخازن. تمام. بدخل أول حاجة الوحدات دي مثلا زي أنا ببيع المنتجات بتاعتي بوحدة القطعة، كرتونة، الكيس، الكيلو، ايا كان مسمى الوحدة. تمام. بكتب اسم مسمى الوحدة هنا، قطعة مثلا، وبعمل حفظ. تنزل معايا تحت. عندنا اكتر من وحدة قياس، بقدر اضيف اكتر من وحدة قياس العدد اللي انا حابه. تمام. كده بدخل على مجموعات الاصناف. مثلا انا ببيع مياه غازية، ببيع بيبسي وسيفن اب وفي كولا. هحط كل الاصناف دي تحت مجموعة اسمها مجموعة المياه الغازية. هدخل مجموعة اسمها هنشئ مجموعة اسمها مجموعة المياه الغازية. تمام. واقدر اربط المجموعه بتاعتي دي ان هي تظهر في فرع واحد من الفروع او تظهر في الفروع كلها من هنا. تمام. اخليها في الفرع الرئيسي بس مثلا. تمام. بس وبعمل حفظ. كده انا انشأت وحدات وانشأت مجموعه اصناف. هخش انشئ صنف. مثلا هكتب صنف اسمه بيبسي تجريبي تيست. هربطه بالمجموعه اللي احنا لسه عاملينها، مجموعه المياه الغازيه. تمام. واختار له وحده القطعه. تمام. واعمل حفظ. تمت العملية بنجاح. كده أنا عرفت إزاي أقدر أنشئ صنف، وأقدر أنشئ إزاي مجموعة أصناف وأربطها بفرع وأخليها تظهر في فرع، وإزاي أعمل وحدات. وشكرا لكم جدا.